هذا كل ما لديك يا عمر؟ قال لا. قال اقسمه نصفين. قال يا رسول الله، قال اقسمه نصفين والنصف كثير. خلي بالك، والنصف كثير انك تخرجه. سيدنا النبي لانه المشرع، اصل سيدنا ابو بكر حاله خاصه بينه وبين النبي، ده موضوع، ده مش تشريع. اللي عمله سيدنا ابو بكر وافق عليه سيدنا النبي ده مش تشريع، دي حاله خاصه. اما اللي عمله مع سيدنا عمر هو الايه؟ التشريع. لانه التشريع يقول لك ايه؟ انت حر لغايه التلت في مالك، حتى في الوصيه ما فيش وصيه لاكثر من التلت، ده التشريع. ولذلك سيدنا النبي يقول سيدنا عمر ايه؟ والنصف كثير. بس قال حاجه جميله بقى: خير لك ان تذر اولادك اغنياء من ان تذرهم ايه؟ يتعففون الناس، يسالوا السؤال، والسؤال مذله. ولذلك انت هنا مطلوب ان انت تعمل ايه بقى؟ لازم تبقى فاهم ان ربنا خلقك بفطره، بس الفطره لازم توجهها، اللي هي ايه؟ لو رزقك قل تشتكي ربنا ولا تشتكي لربنا؟ شفت اللام فرقت ازاي؟ اصل في ناس بتشتكي ربنا، وفي ناس تانية بترفع ايديها للسماء وتقول ايه؟ يا رب اللهم اني اشكو اليك قله حيلتي. يعني ناخد من الدعاء يعني وقله زادي او فقري. اللهم اني اسالك في هذه الايام الكريمه ان تفتح لنا ولجميع المسلمين ابواب الرزق الحلال يا رب العالمين. ادعي، هو ربنا عايزها. ما احنا كنا بنتكلم عن الدعاء، اين نحن من الدعاء والاستغفار؟ ان قل رزقك فلا تحزن، ما تحزنش، ولكن تعمل ايه؟ تترجم حالك مع ربنا، تلجأ اليه، وخصوصا في الثلث الاخير من الليل. وان كثر فلا تفرح. اوعى قله الفلوس توجهك تخليك حرامي او تخليك مرتشي، او ان ما عرفتش لا تبقى حرامي، ما انا مش عارف اسرق ولا عارف ارتشي، اعمل ايه؟ عضوا على انامل، على ايه؟ عضوا على الانامل من الغيظ. شوف ابن الذين عنده ايه وانا ما عندي، هيفرق يا عيني، هتلاقي جنابه هتفرتك من الغيظ، من الغل ومن الحقد والحسد، مصيبه سودة. ما هو انت عشان اذا خرجت عن المنهج القرآن والسنه تحولت لشيء تاني خالص. ولذلك شوف بقى الحديث بيقول لنا، بيقول حاجه عجيبه جدا، وربنا يعني الهمنا انها تكون صح يعني ان شاء الله بامر الله. ان انت رضيت بما قسمته لك. هنا الرضا بقسمه الله سبحانه وتعالى. مين اللي ربنا يرزقه الرضا ده بقى؟ اي حد ممكن يرضى باللي ربنا قسمه؟ ما كانش ده بقى حالنا والله. لو احنا راضيين بقسمه ربنا لنا ما كانش ده بقى حالنا. طيب خلي بالك: وان لم ترضى بما قسمته لك. ولنا الوقفه بقى وعشان ما اطولش عليكم: اتعبت بدنك وعقلك. اي واحد بيروح لاي دكتور دلوقتي يكشف عليه يقول له ايه؟ كل الدكاتره بتقول كلمه واحده دلوقتي. صحيح هو ممكن يكون المرض ويشخص، بس بيقول لك ايه؟ اول حاجه بيقولها ايه؟ اول حاجه بيقولوها ايه؟ هدي نفسك. ماشي، اعكسها بقى. هو ما بيقولكش هدي نفسك، هو بيقول لك انت في حاجه مضايقاك، انت في حاجه مزعلاك. كل الدكاتره بيقولوا الكلمه دي دلوقتي قبل ما يكشف وقبل ما يعمل حاجه. انت متوتر يعني، ضغط على لا. هنا انا توقفت عند اتعبت ايه؟ بدنك. لا، بدنك الاول، بدنك. هو ضغط الدم ده بيجي منين؟ والسكر بيجي منين؟ هو كله من عند الله صحيح، بس يعني انا معلش يعني الضغط يقول لك ده جاله انفجار في المخ. كله نعم، امراض نفسيه كلها اساسها امراض النفسيه دي. معناها ايه؟ تركت منهج الله ورحت المنهج ابليس، اللي هو ايه بقى؟ ان انا افكر دي ليه ودي اعمل، يعني اشمعنى انا واعمل فيها ايه وطب اروح فين؟ ويبتدي بقى ايه؟ ده ما بيهمتش، ده ما بيهمتش. وده لما ما يهمتش يعمل ايه في الجسم؟ يهمد الجسم ويبوظ الدنيا كلها. الله، لو انا توقفت عند كلمه والله اتعبت بدنك. العلم بيثبت دلوقتي انه التعب النفسي يقول لك ايه؟ 50% من الامراض سببها التعب النفسي، او اساس الامراض التعب النفسي. يقول لك 50% من العلاج نفسي. لا اله الا الله. وبعدين اتعبت عقلك، يخش العقل بقى ايه؟ يشتغل ويترجم
والعقل يتبادل مع الجسم والجسم يتبادل مع العقل، وشغلانه وتلاقيه الدنيا باظت بقى معاه وراح في حته تانية خالص، وكله ايه؟ عدم رضا. ما حدش يزعل والله العظيم. عدم رضا، عدم تسليم لله سبحانه وتعالى. ان انت ايه رضيت بما قسمته لك ارحت بدنك وعقلك ايه وكنت عندي محمودا، وان لم ترضى ها. انا عايز افهم، ولا اللي غير راضي ده هيغير من قدر الله شيء؟ غير يا عم. لو انت راجل، لو انت جدع غير. الله، طالما انت مش هتغير طب ما ترضى بمزاجك بدل ما ترضى غصب عنك. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند القبر فوجد امرأة تشق ثيابها أو قميصها وتلطم خدودها ويعلو صراخها ها. فسيدنا النبي جاي من وراها: اتق الله واصبري يا امرأة. هي ما بصتش، مش عارفة مين اللي بيكلمها. إليك عني إنك لم تصب مصيبتي يا لا، وقعدت ترقع بالصوت. سيدنا النبي سابها ومشي. واحد من الصحابة قال لها: لقد كان رسول الله يكلمك. سابت الصويت والعياط ولطم الخد والنيله وقامت تجري ورا سيدنا النبي: يا رسول الله لم اعلم انك انت. وسيدنا النبي اقر قاعده غايه في الاهميه. والله احنا بنقرا وبنضر سريع كده: انما الصبر عند الصدمه الاولى، والذين اذا اصابتهم مصيبه عيطوا وصرخوا وشقوا الهدوم وولولهم واحنا ما حدش الحقونا يا والاغاثه ودي ودور. انت ما دورتش على ربنا. والذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا، قلنا القول مش باللسان يا جماعه، قول اللسان ده قول اخير، ده تعبير اخير، انما ده تعبير مجازي من القران. قالوا بالقلوب الاول. ولذلك اذا ربنا ربط على القلب كل شيء انتهى. والله العظيم اذا ربنا ربط على القلب كل شيء انتهى. تمر الكارثه وتمر المصيبه وانت ولا سيدنا النبي. طب وسيدنا النبي مرت عليه كوارث قد ايه؟ من جوع ومن عطش ومن حرمان ومن تعذيب ومن شتيمه واتهامات ومن اقرب الناس ليه واتهموا زوجته. وزوجته مين؟ بنت الصديق. واتهموا يعني هنقول كل حاجه كل حاجه. ورغم كده ينزل القران يلوم ابو بكر. ليه؟ سيدنا ابو بكر قطع الصدقه اللي كان بيديها المصطح. مين مصطح ده؟ اللي هو صاحب الاتهام بحادثه الافك. سيدنا ابو بكر يعني اقصى يعني اسرع حاجه يعملها ايه؟ يا عم ابعد عنها، غور، مش عايزين لا تشوفك ولا نشوف، خلاص ما عادش اديك في صدقه. القران ينزل يلوم سيدنا ابو بكر على انه قطع الصدقه ويقول له: الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ يوم يرجع مصطح يرجع الصدقه تاني. انت مش ربنا، انت مالكش دعوه، انت ترضى بس باللي ربنا كتبه لك. اخر الحديث: وكنت عندي وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في الفلاة ولا تصيب منها إلا ما كتبته لك. شوف الوحش، انت وحش، انت فاهم انك في الدنيا وحش. يقول لك: بص انا عامل بقى دراسة جدوى ما حصلتش، ولا اتخن مكتب استشاري في امريكا نفسها. انا اتحدى، انا بص انا فيش، انا بص يا ابني. طب انت راجل خدت الدكتوراه ومرتبة الشرف وخدت جائزة نوبل وكل حاجة، لكن ما بتعرفش تشرح للعيال. العيال هيشتموك، حولك دكتور خايب. ما احنا وانا ايه ده؟ ويجي واحد تاني معيد ربنا فاتح عليه وفاتح له الكتاب، فيبص في الكتاب اللي ربنا يفهمه له فينضح بما فيه، والعيال كلهم طايرين بيطير. عندهم المعيد احسن من مين؟ الله. طب مين تعب اكتر من مين يا جماعه؟ مين انفق اكتر من مين؟ الله. ده بقى كده وده بقى وده شغل ده ازاي وده ازاي؟ ما هيش بتاعتك، والله العظيم ما هي بتاعتك. انت تعمل اللي عليك وبس، واللي ربنا هيديهولك قول الحمد لله رب العالمين، ويكون الرضا رضا من القلب، علشان باب الرضا في الجنة يكون من نصيبك وتكون من نصيب أهل الرضا. اللهم اجمعنا دائما على الرضا وعلى قلب الرجل الواحد يرضى بقضاء الله وقدره، ويرضى عن دينه وإسلامه، ويرضى عن القرآن والسنة، ويحشر على قدم الحبيب محمد. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا من النار يا رب العالمين.